الشناوي خلاص يا جماعه هيقعد دكه لمصطفى شوبير. الحال هيتغير ومصطفى شوبير هيبقى هو الاساسي. النهارده ريبيرو كلم الشناوي قال له انا شايف ان انت في الفتره الاخيره مستواك بينزل، وخصوصا في مباراه بورتو اللي كانت في كاس العالم للانديه مستواك نزل، واديتك الماتش الودي اما كان الاهلي بيلاعب تونس برضه دخل فيك هدف ما يدخلش، الكوره متشاط عليك من بعيد، انت بتصد الكوره وعمال تدور بتشوف الكوره فين، فمستواك بينزل يا شناوي. قال له يا كابتن انا هبقى احسن الفتره الجايه وهتمرن اكتر. قال له لا، الوقت دلوقتي وقت مصطفى شوبير. مصطفى شوبير هتبقى ليه الاولويه في الماتشات الجايه. مصطفى شوبير هيلعب الاساسي والشناوي هو اللي هيقعد احتياطي لمصطفى شوبير. ايوه يا جماعه، وبيني وبينكم احنا كلنا بنحب الشناوي وبنحب مصطفى شوبير، بس احنا عايزين مصلحه الفريق، عايزين مصلحه النادي، عايزين ان انا اللي جاهز والاحسن هو اللي يلعب، عشان خاطر اي بطوله يخشها النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسبها وياخدها. الدوري ان شاء الله لازم الاهلي ياخده، بطوله دوري الابطال افريقيا لازم ياخدها، كاس مصر، اي بطوله النادي الاهلي يخشها لازم ياخدها. مش هيبقى فيه مجاملات، مش هيبقى فيه مجاملات ان انا مثلا لعيب هو كابتن الفرقه ان انا هلعبه اساسي وهو مستوى وحش، لا ما ينفعش. في حاجه اسمها انت كويس في التدريبات، انت كويس في المطوشه، هيبقى ليك الاولويه. مستواك نزل معلش اقعد على الدكه وغيرك هينزل اساسي. وانا مع القرار دوت فعلا، ريبيرو عنده حق. انت طالما مستواك بينزل، لا انت كلنا بنحبك وانت كابتن الفريق وكل حاجه، بس معلش هتقعد احتياطي لمصطفى شوبير، ومصطفى شوبير هيبقى هو الاساسي. وبيني وبينكم مصطفى شوبير يستحق. مصطفى شوبير يعني الراجل بيشتغل على نفسه. مصطفى شوبير اما كان نازل احتياطي في افريقيا السنه اللي فاتت الراجل تألق، وكل الناس قالت ازاي مصطفى شوبير يقعد احتياطي. بس هو الشناوي طالما مستواه نزل، كلنا بنحبك يا شناوي، بس خلاص الحاله هيتشقلب وانت هتقعد احتياطي لمصطفى شوبير.